كنا نتحدث مسبقا على منتخب العراق. تحدثنا في بداية شوط المباراة الأول بأن منتخب العراق منتخب تاريخي، منتخب جميل جدا، تفوق الآن على منتخب الأردن بهدف مقابل لا شيء في بداية شوط المباراة الثاني بعد انتهاء شوط المباراة الأول كما تعلمون بتقدم منتخب العراق بهدف مقابل لا شيء عن طريق علي حسين. علي حسين الجمال والتاريخ، علي حسين الذي رفع رؤوس العراقيين في هذا الملعب، نعم بالتحديد في ملعب جذع النخلة، الملعب الجميل الذي يقع في بغداد، بغدادي التاريخ، بغدادي التاريخ، سنظل نذكرها، سنظل نحبها. الآن كرة عادت للدفاعات العراقية وتخرج إلى رمية تماس لمصلحة منتخب العراق في هذه اللحظات. هو أحمد علي على التنفيذ، ينفذ رمية التماس لمنتخب العراق. منتخب العراق يضغط كما تشاهدون، يضغط، يريد تسجيل الهدف الثاني لتأمين هذه النتيجة. الآن النتيجة هذه ليست مؤمنة. شوف الفراغات، فراغات منتخب الأردن، والحكم صفر خطأ، فيها خطأ نعم لمنتخب العراق أم الأردن، أنا أظن أنها خطأ لمنتخب العراق في هذه اللحظات. هذا أمامكم الكابيتانو حسن، وكذلك المدرب أو الحكم، هذا الحكم والمدرب، مدرب منتخب العراق رؤوف، هذا هو مدرب منتخب العراق الذي درب العراق لسنوات، نعم، وتوج معهم بكأس الخليج كما تذكرون، كأس الخليج 25 هنالك في العراق الذي يقيم في بغداد. وكرة أمامية الآن عرضية حصلت وتوصل وتعود لمنتخب الأردن، المرتدة للأردن، وخطأ في هذه اللحظات، خطأ لمنتخب الأردن يا سادة. مباراة على النار، نعم، مباراة نارية، مباراة قوية، مباراة جميلة، مباراة تاريخية تجمع بين فريقين شقيقين، نعم، فريقين شقيقين. الآن منقولة لمنتخب الأردن، عادت للعراق، تعود ترتد لمنتخب الأردن، والحكم يسبق الخطأ ويصفر على خطأ الآن في هذه اللحظات لمنتخب العراق. هذا الحكم الذي تشاهدون الذي حكم مباراة منتخب السعودية أمام الأردن هنالك في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر. نعم، كانت مباراة جميلة جدا، يمكن أن تتذكرونها، يمكن أن تحلموا بها. حينها تفوق منتخب السعودية على منتخب الأرجنتين بهدف مقابل بهدفين مقابل هدف، العفو، بهدفين مقابل هدف لصح التعبير. وكذلك كانت فرحة كبيرة جدا لمنتخب العراق حينها، وفرحة كذلك لمنتخب السعودي والدول العربية من العراق إلى الأردن إلى اليمن إلى عمان، كذلك كانت فرحة كبيرة عارمة. وهنالك في مدرجات استاد لوسيل الذي استضاف هذه المباراة، يا الله، تتذكرون هذه المباراة، خرجنا على سياق مباراة منتخب الأردن والعراق وعدنا إلى سياق كأس العالم، لكن لا، نعود إلى هذه المباراة التي شبه مباراة كأس العالم لكن بين منتخبين شقيقين. ومنتخب العراق يتفوق في هذه اللحظات. تعود الآن في الطرف الأيسر لمنتخب العراق، الدفاعات ينقلونها، عادت الآن في الطرف الأيسر، ممكن الحكم خذ الأفضلية، لا يحتسب أي شيء. يا الله شوف المهارات عند منتخب الأردن، شوف الدفاعات المتماسكة. كنا نتحدث بأن دفاعات منتخب الأردن فيها فراغات، لكنهم يلعبون بمهارة فردية جميلة جدا، يذكرون بمنتخب البرازيل، بمنتخب السيليساو. كرة الآن لمنتخب الأردن، الحكم ماذا يقول وإلى ماذا يشير الحكم؟ خطأ في هذه اللحظات لمنتخب الأردن.